صل على الحبيب قلبك يطيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب. الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، الصلاة على الحبيب شفاء بلا طبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. أشكر كل من اشترك في قناتي مؤخرا وكل من دعمنا بلايك وتعليقات جميلة. اليوم سنقوم بعمل المبسس الجزائري والشاي الصحراوي. الشاي الصحراوي تعلمته عندما كنت أعمل من زملاء صحراويين. عندنا كأس ونصف من السميد الغليظ، وهذه الكمية من الزبدة أضفت عليها القليل من الزيت حتى أصبح في النصف تقريبا. نضع السميد ثم نضيف ملعقة ملح وملعقة سكر صغيرتين ونمزجهما مع بعض. ملعقة ملح صغيرة ونمزجهما جيدا. ونضيف الزيت ونمزج جيدا الزيت مع السميد حتى يتبسس مليح. ثم نضيف نصف كأس من الماء، ولكن نضيفه تدريجيا حتى تصبح العجينة بهذا الشكل. يجب أن نسويه من كل الجهات. هنا نضع المبسس ينضج على نار هادئة. وعندما ينضج من الأسفل نقلبه للجهة الثانية. والآن وضعت الماء ليغلي، ووضعت فيه ملعقة ونصف من الشاي بعدما غسلتها جيدا. وبعدما غلي الشاي وضعت فيه نصف كأس من السكر وخلطته جيدا. وبعدما غلي قمت بهذه العملية، وهذه العملية ضروري أن تقوم بها. هذا ما تعلمته من زملائي الصحراوة.
ثم تضعه على النار يغلي من جديد، وبعد مدة 10 دقائق ترجع تعمل نفس الطريقة. والشاي يغلي على نار هادئة. وبعدما تفعل ذلك 3 مرات تضع النعناع في الأخير وتطفئ عليه. وهكذا الآن البسس والشاي جاهزين للتقديم. العسل يوضع إذا لم تستعمل السكر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بهذه الحلقة. لا تنسوا أن تشاركوها مع أصدقائكم وأن تدعمونا بلايكات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله.